البيرن اوت أو الاحتراق مصطلح دارج كتير بنستخدمه لما بنبدأ نحس إن إحنا مجهدين مرهقين أو لما بنبدأ نفقد شغفنا في حاجة إحنا بنحبها. والحقيقة الاستخدام ده للمصطلح بيخف من الحالة الفعلية للاحتراق. منظمة الصحة العالمية في وقت ناقشت موضوع الاحتراق ده وكانت قربت تميل إلى إنه هو حالة طبية، لكن في النسخة ال11 للآي سي دي صنفت منظمة الصحة العالمية إن حالة الاحتراق دي ظاهرة مرتبطة بمكان العمل. والتعريف الأصيل والرسمي للاحتراق كالتالي: إن هو عرض ينتج عن ضغط العمل المزمن والذي لم يتم النجاح في إدارته. فكل ما بنستخدم المصطلح ده بره إطار العمل أو مكان العمل يبقى احنا بنسيء استخدام المصطلح ده. في إحصائية اتعملت سنة 2021، والملفت جدا إن السنة دي كانت السنة التالية للكورونا. الإحصائية دي لما اتعملت عشان نسأل الناس إيه أكتر سبب خلاكوا تسيبوا الشغل بتاعكوا، هو كان إن إحنا بدأنا نحترق من العمل في سنة متتالية لسنة الكورونا، إلا إنه الظاهرة دي كانت طفحة جدا وأبة جدا في حياة ناس كتير بسبب نوع الأشغال اللي بيشتغلوها وتوقيت الشغل اللي بيشتغلوه. أول شخص استخدم المصطلح ده كان سايكولوجيست أمريكي اسمه هربرت فرايدنبرجر، وده كان سنة 1973 بسبب خبرة شخصية هو نفسه اجتاز فيها بسبب شغله الكتير في وسط المرضى والطلبة. وساعتها بدأ يعمل إحصائيات وبدأ يمارس بعض الأسئلة مع الطلبة بتوعه ومع المرضى بتوعه عشان يكتشف إيه نوع الظاهرة دي وإيه اللي بيحصل لما بنحترق بسبب العمل. ومن ساعتها، من ساعة 1973، هذا الترمينولوجي الاحتراق بدأ ينال اهتمام كتير من الأطباء حواليه، وصل بينا إن احنا النهاردة بقينا نصنفه بشكل مغلوط إن هو حالة طبية، لكن كمان بدينا نستخدمه على إن هو حالة عامة اجتماعية ممكن احنا كمان نقع فيها. مع إن الاحتراق بنسبة كبيرة مرتبط بعبء العمل أو الورك لود، إلا إنه الورك لود مش هو السبب الوحيد اللي بيخلينا نوصل لحالة الاحتراق جوه العمل. بعض الأسباب اللي بتخلينا نحترق كالتالي: التوقعات غير الواضحة من المديرين بتوعنا أو زملائنا في العمل. أنا مش عارف أنا إيه اللي متوقع مني، ممكن أعملها كده ما تعجبش، بس أعملها بطريقة تانية أنا ما تخيلتهاش بس هي دي اللي بتعجب. إني أفضل في الحالة دي طول الوقت ده ممكن يسبب لي الاحتراق، لأني بجرب في كل السكك وبعمل كل الحاجات في نفس الوقت وأشوف مين هيعجبه إيه. السبب التاني هو الافتقار للسيطرة. أنا مش عارف أسيطر على ساعات عملي، مش عارف أسيطر على الطريقة اللي أنا بشتغل بيها. السبب التالت هو التعرض للظلم. لو أنا بشتغل بكفاءة عالية وبأمانة عالية، لكن في النهاية الريورد اللي بيجيلي سواء معنويا أو ماديا في نوع من أنواع الظلم، ده بيؤدي بيا إلى حالة الاحتراق. السبب الرابع هو عدم كفاية الدعم، وبرضو الدعم على المستوى المعنوي وعلى المستوى المادي. إن يبقى شغال في شغلانة ما حدش بيقول لي فيها برافو عليك well done أو إن أنت وصلت للحاجة المطلوبة، في حالة من يعني الإبهام المستمر، إحنا مش عارفين إحنا ماشيين كويس ولا لا. ودي ثقافة سائدة عندنا عامة في المجتمعات العربية، إن إحنا مش متعودين إن إحنا ندعم بعضنا البعض بشكل معنوي ونقول كلمات تشجيع لبعض. وكمان على مستوى الدعم المادي، إنه فكرة الكفاءات أو المجازات أو العوائد فكرة ما بقتش محببة، بالذات مع الضيق الاقتصادي اللي إحنا بنتعرض له، والنتيجة بتكون إن إحنا بنتعرض للاحتراق. آخر سبب وهو اختلال القيم. لو أنا شخص بره الشغل ما بكدبش بس جوه الشغل مطلوب مني أكدب، بيحصل لي الخلل والاحتراق. لو أنا بره الشغل شخص منظم بس جوه الشغل عايش في ستراكتشر غير منظم، ده بيؤدي بيا لحالة الاحتراق. وعايزة أسمي كل واحدة من الأسباب دي المس ماتش عشان نفهم إزاي وإيه اللي بيحصل جوه مخنا بيخلينا نوصل لحالة الاحتراق دي. لو أنا مخي اتعرض لواحدة أو 2 أو 3 من المس ماتشز دي، مخي من كتر ما بيتعرض للحاجات دي بيحصل حالة من المظاهرة ويبدأ يقول أنا مش قادر أفانكشن، أنا مش قادر أشتغل، وساعتها بيفصل. وده فعليا اللي بيحصل في حالة الاحتراق، إن أنا بطلع بكل الطاقة اللي عندي في الأول فول انرجي وافضل شغال 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 لحد ما يحصل ميس ماتشز من عدم الدعم، من الظلم، من عدم السيطرة، من أنا مش فاهم إيه التوقعات المطلوبة مني. كمية الميس ماتشز دي بتخلي مخي يهنج ويفصل، والمظاهرة اللي بيقوم بيها إن أنا بقف وانسحب أو إن أنا أتعصب وأنفجر، وفي الآخر بهدى وانسحب خالص من الصورة.
وده اللي بيصنف الاحتراق. وده اللي ياخدني ل7 مراحل اللي الشخص ممكن يعدي فيها في مرحلة الاحتراق. وكأنه واحنا بنحكي على ال7 مراحل أنا بعدي على التايم لاين بتاع الشخص. ببدأ في شغلانة جديدة وأنا مليان فول انرجي وبطلع كل الطاقات والإمكانيات الممكنة، ولاني اشتغلت شغلانة جديدة وعايزة أطلع يعني الأفكار اللي ما جاتش قبل كده أو الأفكار اللي جت قبل كده عايزة أعملها بأحسن طريقة ممكنة. وبسبب أن أنا بطلع الطاقة الكتيرة دي فجأة بدخل في المرحلة التانية وهي مرحلة الإهمال. إن من كتر ما مركز في شغلي ما بركزش في أكلي ولا في شربي ولا في نومي، فببدأ أجهد. إهمالي للاحتياجات الأساسية بتاعتي بتخليني أنا شخص مهمل بطبعه، وده من غير ما أدرى بيأثر حتى في تفاصيل الشغل. فلاقيني بدأت أهنج في الشغل وسقط حاجات أنا في العادي في المرحلة الأولى ما كنتش بسقطها. ده نتيجة إن أنا أهملت كوني إنسان، فطبيعي طاقتي قلت، فطبيعي تركيزي قل، وبدأت أبوظ تفاصيل في العمل. الخطوة الثالثة اللي بوصل لها وأنا ماشي في سكة الاحتراق هي مرحلة الإنكار. إني أبدأ أنكر أي نوع من أنواع الاتهامات الموجهة ليا، وأبقى في حالة الديفنس طول الوقت إنه لا أنا ما عملتش كده، لا أنا ما قلتش كده، لا أنا مش قصدي كده، أو إن أنا أنكر أصلا إن أنا كنت سبب أي حاجة باظت في الشغل. ودي بتبقى المرحلة أو بداية المرحلة اللي أنا فيها ببدأ أنسحب من الصورة الكبيرة اللي أنا كنت في المرحلة الأولى عايزة أبقى موجود قوي فيها وجزء أساسي من الصورة دي. وزي ما شفنا في المرحلة التانية إن إزاي حالة الديفنس دي بتخليني أنسحب، ده بيؤدي بيا للمرحلة الرابعة إن أنا فعلا ببقى في حالة الانسحاب والتراجع، لأن أنا ما أثبتش نفسي زي ما أنا كنت متوقع في المرحلة الأولى. فلاقيني حصل لي خلل في ثقتي في نفسي، ولاقيني اللي أنا كنت عايزة أثبته ما نالش إعجاب الآخرين، فببدأ أنسحب من الشغل، من العلاقات. وفجأة بدل ما أكون بنسحب من علاقاتي جوه العمل بقيت أنا كمان بنسحب من علاقاتي بره إطار العمل، لأني خلاص بدأت أتراجع وثقتي في نفسي اتهزت جامد. فاللي مش قادر أثبته بره مش هقدر أثبته جوه، واللي مش قادر أثبته جوه مش هقدر أثبته بره. ونبدأ ندخل في المرحلة الخطر شوية وهي المرحلة الخامسة اللي فيها بيحصل فراغ وتبدد وذوبان الشخصية، بيسمى بيه الديبيرسوناليزيشن، اللي بيحصل نتيجة إن أنا الهزة اللي حصلت لي في المرحلة اللي قبلها خلتني ما ثقش في نفسي، لكن كمان أنا ما بقتش فاهم أنا مين وعايز إيه. المرحلة الأولى اللي أنا كنت فيها متمكن جدا من اللي أنا عايزه، الحاجة اللي كنت بحبها قوي ما بقتش بحبها دلوقتي. هو أنا عايز أنهي فيهم، عايز دي ولا عايز عكسها؟ فكأن بيحصل تلاشي واحدة واحدة في شخصيتي. وهنا بدل ما بيبقى فيه هزة في الثقة، لا هو بيبقى فيه هزة في الهوية نفسها. ده طبعا بيؤدي لبعض الأحيان للاكتئاب، وده ياخدنا للمرحلة اللي بعدها. المرحلة السادسة والقبل الأخيرة هي مرحلة الاكتئاب والتنميل. ولو أنت بتسمع الفيديو ده حاسس إنك بدأت توصل للمرحلة دي، أرجوك ابدأ تكونسيدر إن أنت تتقابل مع سايكاتريست أو مع ثيرابيست، وما تستندش قوي على تشخيصك الشخصي أو على العلاج الشخصي لنفسك، لأنه كل ما بنزيد في المراحل ده معناه إن جدية البيرن أوت بقت أشد وحديتها بقت أشد. في مرحلة الاكتئاب والتنميل هو بيحصل إيه في التنميل أو النمنس؟ إن أنا لما بتعرض لضغوط كتيرة خارجية والضغوط دي بتؤثر على نفسيتي وجسمي مش مستحملها، ومخي مش قادر يبروسس الافكار من كترها والاوفرويلمنج اللي حصل لي، بيحصل لي حاجه اسمها نمنس التنميل. الاقي مخي ما بقاش قادر يفكر، هو فعليا بيفكر بس انا مش قادر استنتج حاجه من افكاري. والاقي جسمي دخل في حاله من الخمول، بقيت انام اكتر، بقيت مصدع طول الوقت، بقيت مش قادر اعمل اي نوع من انواع المجهود. ودي مرحله خطيره جدا جدا. اخر مرحله خالص في البيرن اوت هو الاجهاد والانهيار. ان لما الاقي وانا بعد ما اعدي على مرحله الاكتئاب والنمنس دي الاقيني فجاه انفجرت في وقت لا يستدعي خالص فيه الانفجار، وانهار واكولابس في وقت. وعاده اللي بيوصل للمرحله الاخيره دي مهما كانت الاكزيت ويز بتاعته هو مش بيبقى عايز يخرج خلاص، هو كانه بيتهد بيقعد وبيبقى عايز يفضل في الحاله دي حبه حلوين. مهما حد قال له تعالى نعمل انشطه مختلفه هو ما بقاش عنده حتى الطاقه ان هو يخرج من الحاله دي. اعمل ايه عشان احاول احافظ على نفسي ان انا اوصل للمراحل الخطيره دي من البيرن اوت؟ اول خطوه انك تميز مصادر الضغوطات اللي موجوده في حياتك. هتلاقوا شيت موجود في الديسكريبشن ليكوا بياخدكوا خطوه لخطوه ازاي نقدر نميز الضغوطات دي. ببساطه اني بيبقى دايما معايا ورقه وقلم، واول ما احس ان انا مضغوط او متوتر ابدا اسال نفسي كان ايه مصدر التوتر ده، كان ايه مصدر الالم ده، انا فين النهارده اتضغطت، مين كان الشخص اللي سبب لي التوتر او الضغط او الالم ده، طيب رد فعلي ايه للحاجه دي. ده بيخليني اميز انماط الضغوطات اللي موجوده في حياتي، لكن كمان بيساعدني اميز انماط ردود افعالي للضغوطات لما تعرضت لها.
وده ياخدنا للخطوة التانية، إن أنا محتاج يبقى عندي استبدال للتجاوبات المختلفة بتاعتي للضغوطات. فلو أنا اتعودت إن أنا لما أتعرض لضغط أسكرول أو إن أنا أنفجر في الشخص اللي قدامي، محتاج أستبدل التجاوبات دي بحاجات فعلا تخرج طاقتي اللي مشحونة بسبب الغضب أو الضغط، لكن بطريقة صحية، زي إن أنا أنزل أتمشى شوية، أو إن أنا أكلم حد من أصحابي وأحكي معاهم. عادة لما ببدأ أتكلم مع حد صديق أو حد كبير منتور مثلا بتكلم معاه، وانس بدأت أتكلم بلاقي نفسي هديت، والحاجة اللي كانت حجمها قد كده فجأة ابتدت تصغر، بالذات لو الشخص اللي بتكلم معاه حكيم كفاية يعرف إزاي يستوعبني ويهديني. أو إن أنا أمارس رياضة، لو طبيعة شغلانتي أصلا ضاغطة، إن أنا أمارس رياضة قبل ما أروح الشغل أو بعد ما أخلص الشغل. فاللي حصل هنا إيه؟ إن أنا ردود أفعالي اللي اكتشفتها في الخطوة الأولى، إن أنا لو أنا منفجر طول الوقت قصاد كل ضغط، اتعلمت إزاي أستبدل التجاوبات دي بتجاوبات صحية تساعدني وفي نفس الوقت تحميني من إن أنا أغلط نفسي في وسط الناس. تالت خطوة محتاج أعملها إن أنا أصنع حدود، اللي إحنا بنسميها الأيام دي الورك لايف أو لايف ورك بالانس. أنا عارفة إنه في العالم الرقمي صعب قوي نحط حدود لنفسنا، لكن الأمانة إحنا ما اتخلقناش كده قوي. إحنا اتخلقنا عندنا حدود في توقيتاتنا وحدود في إمكانياتنا. لو ما اتعلمتش إزاي أوقف النوتيفيكيشنز، ما بقاش طول الوقت متاح بالإيميل أو متاح إن أنا أبص على النوتيفيكيشنز طول الوقت، ده هيدي انطباع للناس اللي حواليا هم إمتى يقدروا يوصلوا ليا وإمتى لا. أنا عامة دايما أحب ما أعملش سيت اب للإيميل على موبايلي، لأن وقت الشغل شغل، وقت الاجتماعيات، وأنا اللي بعود الناس على الحدود اللي أنا محتاجاهم ما يتخطوهاش. طب لو أنا طبيعة شغلي إني محتاجة أبقى حاضر on and off طول الوقت، أحدد لنفسي 5 دقايق كل آخر ساعة، وكل شوية أبص على الإيميل لو في حاجة مقلقة أو كده. بس ده يتطلب مني لو أنا هحط حدود إني أكون أمين في ساعات العمل اللي أنا حاططها للناس، عشان إحنا كتير كمان بسبب الثقافة اللي إحنا فيها ساعات العمل ما بنشتغلش بضمير قوي، فنلاقينا بنعمل اوفر تايم في حين إن إحنا مش محتاجين الاوفر تايم. فأنا مش قادر أساعد نفسي إن أنا ما بيرنش أوت، لأن أنا مدخل كل الحاجات في بعضها. لكن لو أنا حاطط حياتي تشانكس محددها كده، وأشجعكم كمان تتفرجوا على الفيديو اللي بيحكي عن عجلة الاتزان، هيساعدنا نفهم قوي إزاي إحنا بنقسم حياتنا لسلايسز، وإزاي كل سلايس محتاجة أقدرها واحترمها وأحط لها الحدود بتاعتها عشان في النهاية أعيش حياة متزنة. لكن الحدود مش بنحكي فيها بس في إطار إمتى الناس بتأكسس لوقتي وبتأكسس لإيميلي، لكن الحدود كمان في نوع القيم اللي ما ينفعش أكسرها. فالقيم اللي أنا بمارسها بره الشغل محتاجة أمارسها جوه الشغل. وأنا هنا مش بحكي بس في الكوربريت لايف، أنا مش بحكي لو أنت بتشتغل في شركة أو أنت بتشتغلي في مكان معروف إن هو الشغل. ناس كتير قوي دلوقتي فريلانسرز، وكتير من الفريلانسرز بيبرن أوت بسبب إن هم ما عندهمش ساعات عمل محددة. فالكلام اللي إحنا بنحكي فيها في الفيديو ده بينطبق على أي نوع من أنواع الشغل اللي أنت بتشتغله. حدودك في قيمك مش بس في توقيتك، واللي بتعمله في قناعاتك الشخصية وأخلاقك الشخصية لو كسرتها في وسط الناس هتلاقي احترامك لنفسك بيقل، والحاجة اللي كسرتها النهاردة احتمال هتكسر بعدها بكرة، فالخلل جواك بيزيد، وبالتالي بتوصل لحالة الاحتراق أسرع. حاجة من كتر ما هي سهلة وقريبة ما بنركزش فيها خالص، وهي الويك اندز. موضوع الويك اند ده موضوع مقدس جدا جدا جدا، بيفكرنا ان احنا بشر وان احنا محدودين، وانه مهما كانت امكانياتي وقدراتي انا محتاج احط حدود لامكانياتي وقدراتي ان انا ما افعلهاش 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. اللي بيتعمل فيا خلال ال5 ايام من العمل كافلين انه يخلوني افصل واهنج، وكاني بشت داون وارجع تاني يوم العمل اللي هو اول يوم في الاسبوع ابدا اشتغل تاني. الويك اند ده بيبقى وقت فيه اشحن نفسي، اتواصل مع الناس اللي يهمني اتواصل معاهم، لكن كمان يهمني اني امارس فيه الحاجات اللي انا بحب اعملها اللي بتصبرني على 5 ايام العمل التانيين. فلو انا من ناحية 5 ايام بشتغل شغل طول الوقت مجهد، بس مفيش حاجة بترد عليه من هنا تشحنني وتجيب لي تاني سعادة في الحياة وامل في الحياة، هفصل بسرعة هنا، ههنج بسرعة هنا، وهبرن اوت هنا. عايز اشجعكم فعلا تاخدوا بجدية موضوع الويك اندز ده وتحترموا اوقات الراحة بتاعتكم. اخر نقطة عايزة احكي فيها في ازاي نعالج البرن اوت، حاجة يمكن برضو من قربها وسهولتها بنستبعدها خالص، وهي ان احنا نحكي مع مديرنا. كتير من المديرين بالذات في الزمن ده بقى عندهم الوعي والاويرنس ان هم مسؤولين عن صنع البيئة والانفايرمنت اللي بنشغل فيه الناس والموظفين تحتينا. مش كل المديرين بيطلعوا لنا بالصورة اللي بنشوفها في السوشيال ميديا او في التلفزيون او في المسلسلات. في مديرين كتير بيفهموا بيقدروا، في مديرين كتير مش بيبقوا واخدين بالهم ان هم جايين علينا. لازم يبقى عندنا الثقة في نفسنا وطريقة الحكيمة ازاي احنا نكلم
نتكلم مع مديرنا ونلفت انتباههم إن إحنا بدأنا نوصل لحالة الاحتراق، ونلفت انتباههم إن غياب الدعم المعنوي أو المادي بيفقدنا شغفنا إن إحنا نطلع أحسن ما عندنا في العمل اللي إحنا شغالين فيه. ينفع جدا إن أنا وأنا بحكي مع مديري أبقى في حالة مشاركة، يعني كأني بقرب المدير ده ليا بدون تخطي لأي حدود بتاعتي أو بتاعته، لكن كأني بقول له بديلك الحق إنك تعرف عني حاجة شخصية مرتبطة بمجال العمل، وهي إني بدأت أحترق وأنا بحب شغلي، عايز أدي فيه، لكن عايزك كمان تساعدني في تكوين بيئة تعرف تخليني أطلع أحسن ما عندي. أتمنى تكون الحلقة دي والحلول دي بتساعدنا في إن إحنا نتجنب نقع في حتة البيرن أوت، وتكون زي ألارم أو جرس يقول لنا هو إحنا واقفين في أنهي مرحلة من السبعة. ولو عجبك الفيديو ده اعمل له لايك واعمل له شير لحد من أصحابك، واعمل سبسكرايب للشانل عشان تتابع الفيديوهات اللي جاية.